ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده بقى هنعمل حاجه جميله جدا زي ما انتم شايفين. هنعمل انجليش كيك بسيط جدا وسهل وعلى قد ايدينا، ونطلع منه الكلام الجميل دوت. شايفين تحفه ازاي؟ وده رول بقى كيك جميل جدا، حشيها جوه من جوه شوكولاته قابله للدهن. تحفه. يلا بقى نشوف الخيال ده اتعمل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا مستخدمه طبعا 4 بيضات اهوت، بس لو البيض صغير 4، لو كبير 2 بس كفايه. ونص كوبايه من السكر، ورشه من الملح، ورشه من الفانيليا. تمام كده اهوت. ونص كوبايه من الحليب، ونص كوبايه من الزيت. هخفقهم جامد زي ما انتم شايفين، لما يفتح معايا الخليط جميل جدا اهوت وقوام كريمه اهوت. هنزل طبعا معايا كوبايه من الدقيق، معلقه كبيره من شيف كيك. تمام كده اهوت. هنزل بقى تدريجيا كده اهوت، واجيب من فوق لتحت كده اهوت بالراحه. تمام، عشان عايزه بقى الكيكه بتاعتي هشه كده وجميله. مستخدمه انجليش كيك اهوت، دهنه طبعا من السمنه ومبطنه بالدقيق زي ما انتم شايفين اهو. الله عليها. تمام، مولعه على الفرن مسبقيا على درجه حراره 180، بتقعد في الفرن تلت ساعه. شايفين بعد ما طلعت جميله ازاي؟ والكيك فاتح وجميل اهوت وهشه، ما شاء الله عليها. تمام كده اهوت. انا هقطعه زي ما انتم شايفين اهوت. الله عليها. تمام اوي كده اهوت. انا طبعا هسوي الحروف ديت عشان تعتبر انا عايزه لقلب الكيكه نفسه. طبعا اللي طالع من الكيكه ده هنستخدمه طبعا في كرة اللي هي الشوكولاته اللي احنا قلنا عليها. هنجيب كيس تلاجة اهوت، واحط عليها برضو كيس تلاجة من فوق بالفرادة بتاعتي. طبعا كده بالراحه، افردها بالراحه كده اهوت. طبعا دي الشوكولاته قبل الدهن، بس انا مخففاها بايه، بمعلقتين حليب عشان تتفرد معايا بسهوله. طبعا الحشو ده لك في مطلق الحريه، اي حاجه انت بتحبيها احشي لي الكيك الجميل دوت. هلفه طبعا كده بكيس التلاجة زي ما انتوا شايفين، لفيته رول اهوت. تمام اوي كده اهوت. تعالوا بقى نعمل واحدة بقى بالفراولة. هلفه برضو زي ما عملت في الأولانية. بعد ما اخلص الكمية معايا يا حبايب قلبي، احطه طبعا في التلاجة عشان ما يفكش مني وانا بنزل فيه بالشوكولاتة. تمام اوي كده زي ما انتوا شايفين اهوت. عملنا وخلصنا الكمية اللي قدامنا. تعالوا بقى نشوف نعمل ايه بعد كده. شايفين بقى اللي نزل من الكيكة اهوت. انا احطه في الكبة، واحط عليه بس معلقتين من الحليب، واخلطه لحد ما يديني قوام كده زي اهو. شايفين جميل ازاي؟ هنزل بقى عندي ايه، حبة كده فايضين من اللي هو الشوكولاتة قبل للدهن، وعندي صوص كراميلي برضو. هخلط كل دوت لحد ما يديني خليط كده زي العجينة. شايفين؟ احطها بقى في التلاجة تشدي معايا وارجعوا لي تاني. بعد ما شدت معايا هي زي ما انتوا شايفين اهوت، هعملها كده بايدي لحد ما تديني ايه، دوران الكرة اهوت. تمام او كده. احطها برضو في التلاجة. وعندي طبعا سودان اهوت، احط على سوداني مجروش اهوت زي ما انتوا شايفين اهو. طبعا دوت حبايب قلبي شوكولاته انا عاملاها على حمام بخار، وحط عليهم معلقتين من الزيت. شايفين ازاي بعد ما شدت معايا اهوت؟ طبعا ده انا حاطه على السوداني المجروش اهوت. سهله وبسيطه. اجيب كيس تلاجة كده احطه عليها. مش مهم طبعا ورق زبده المتوفر عندك وظفيه، مش هنقف على حاجه اهو. تمام او كده. تعالوا بقى نعمل الكور الجميله دي. تحفه، ما شاء الله عليها. بص تاكليها كده بتدوب في بقك دوب كده اهو. والكيك جميل جدا برضو. صدقني هيفوتك كتير قوي لو ما عملتش الوصفه الجميله دي. تحفه، ولادك هيحبوها جدا، وسهله وعلى قد ايدينا ومش مكلفه. تمام او كده. احطها برضو في التلاجة وارجعوا لي تاني. شايفين بقى الجمال؟ تحفه ازاي؟ ما شاء الله عليها. خلصنا الكميه اللي قدامنا هي، وسهله وبسيطه على قد ايدينا. في تحفه جميله جدا. شايفين؟
الله عليها. طبعا لما تدوقوها بقى هتشوفوا الوصفة دي جميلة ازاي وتحفة. تعالوا بقى نفتح واحدة كده بالفراولة، ما شاء الله عليها. يلا بقى يا حبايب قلبي، جربوا وقولوا لي ايه رايكم. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوناش بقى شير ولايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي.